أهلا وسهلا بكم في فيديو من سلسلتنا الرمضانية الجديدة. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن حاجة غريبة ومثيرة جدا، أغرب الأساطير الدينية في الحضارات القديمة. هنتعرف مع بعض على كيف كانت الحضارات دي بتشوف الحياة بعد الموت. يعني كانوا فاكرين إيه عن الآخرة؟ هل كانوا شايفين إن الموت هو نهاية كل حاجة؟ ولا كان عندهم تصور تاني عن ما بعد الحياة؟ في الفيديو ده هنسافر عبر الزمان ونشوف كيف كان الفراعنة، الإغريق، الهنود وغيرهم من الشعوب القديمة بيشوفوا الحياة بعد الموت. هنتكلم عن الأساطير الغريبة والعجيبة اللي كان عندهم واللي لسه ليها تأثير في بعض أفكارنا لحد النهاردة. إزاي كانت الروح بالنسبة لهم؟ وهل كانت دي مجرد خرافات ولا كانت عندهم معتقدات حقيقية عن الحياة بعد الموت؟ هنعرف مع بعض إزاي كانوا بيشوفوا الجزاء والعقاب والمفاجآت اللي ممكن تكتشفها في كل حضارة عن الآخرة. تابعونا في الفيديو ده علشان هنكتشف مع بعض أسرار وعوالم ممكن ما كنتوش سمعتوا عنها قبل كده. الحضارات القديمة كونت تصورات معقدة عن الحياة بعد الموت. الفراعنة اعتقدوا بوجود حياة أبدية بعد الموت، تضمنت طقوسهم الدفن مع متاعهم لاستخدامها في العالم الآخر. اليونانيون تخيلوا عالماً سفلياً حيث تحاكم الأرواح، اعتقدوا أن الأرواح تعبر نهر ستيكس للوصول إلى العالم الآخر. الرومان تأثروا بمعتقدات اليونان لكن أضافوا رؤى خاصة بهم. الصين القديمة رأت أن الأجداد يراقبون الأحياء من العالم الآخر. كان من الضروري تقديم القرابين للأجداد لضمان حمايتهم. الهندوسية تؤمن بالتناسخ والكارما كدورة للحياة بعد الموت. تبنت التقليد الهندي القديم في حرق الجثث. البابليون تخيلوا حياة مظلمة تتمتع الأرواح فيها بسلام. كانت الطقوس تعتمد على منح القرابين للآلهة. المعتقدات المشتركة تضمنت وجود حساب للروح بعد الموت. الدفن يعتبر جسراً بين العالمين في ثقافات عديدة. العادات الجنائزية تعكس رؤية كل شعب للعالم الآخر. تصوراتهم أثرت في الفنون والعمارة والآداب عبر الزمن. كانت أساطير المصريين القدماء تتمحور حول الآخرة. كانت الروح تبدأ رحلتها بعد الموت. كانت تواجه محاكمة أمام الآلهة مثل أوزوريس وماعت. تمثل المحاكمة لحظة حاسمة في حياة الروح. كانت فكرة الميزان تمثل العدالة والحقائق في المحاكمة. ماعت إلهة العدل كانت تراقب بعناية وزن القلب. إذا كان القلب خفيفاً كانت الروح تنجح في المحاكمة، أما إذا كان القلب ثقيلاً فكانت الروح تدان. الآلهة كانوا يمثلون السمو والخلود في الحياة الآخرة. كان المصريون يؤمنون بالخلود بعد اجتياز المحاكمة. كان المصريون يبنون المعابد تقديراً للآلهة وللحياة الآخرة. أوزوريس كان يعتبر الحكيم والقيم على الآخرة. تعتبر هذه الأساطير جزءاً أساسياً من التراث المصري القديم. تركت تلك الأساطير تأثيراً عميقاً على الثقافة المصرية القديمة. كانت الحياة الآخرة تمثل طموح كل مصري للوصول إلى الأبدية. كان للفراعنة طقوس خاصة لضمان خلود أرواحهم، ما تزال تحظى بالاهتمام والدراسة في العالم الحديث. وفقاً للأساطير الإغريقية كانت الحياة بعد الموت جزءاً مهماً من العقيدة. هاديس إله العالم السفلي كان يسيطر على الأرواح بعد وفاتها. كانت الأرواح تنقل إلى هاديس بواسطة شارون عبر نهر ستيكس. الأرواح الفاضلة تكافأ في حديقة إيريديس أرض النعيم، أما الأرواح الشريرة فتعاني في ترتاروس مكان العذاب. كان لناحية العقاب والجزاء تأثير كبير على حياة الإغريق اليومية. الإله زيوس كان يقرر مصير الأرواح بناء على أعمالها. بعض الأساطير تصور محاكمات للأرواح أمام الآلهة. كانت المخاوف المتعلقة بالعذاب تشجع على الالتزام الأخلاقي. المكافآت في الحياة الآخرة كانت رمزاً للأمل والاجتهاد بالفضائل. أماكن مثل حديقة إيريديس كانت تجسد الراحة والسلام الأبدي. ترتاروس وصف بأنه سجن مظلم محاط بالآلام والعقوبات الأبدية. كان لدى الإغريق تقاليد وطقوس لمساعدة الأرواح على الانتقال بسلاسة. الأساطير الإغريقية غذت العديد من الثقافات حيث امتزجت مع معتقدات محلية. القصص المؤثرة حول العالم الآخر شكلت جزءاً أساسياً من الأدب الإغريقي. يؤمن الهنود القدماء بمفاهيم عديدة حول الحياة بعد الموت. يشمل أحد هذه المفاهيم فكرة التناسخ والعودة إلى الحياة بشكل جديد. يعتقد أن الروح تمر بعملية انتقالية قبل الولادة من جديد.
العالم الروحي يعتبر مكاناً للعقاب أو المكافأة بناء على حياة الفرد. الروح تقيم بناء على الأفعال الجيدة والسيئة التي ارتكبت في الحياة. الآلهة تلعب دوراً مهماً في تحديد مصير الروح بعد الموت. الإلهة ياما تعتبر حاكمة عالم الأموات في بعض الثقافات الهندية، تقدم الطقوس والشعائر لإرضاء الآلهة وضمان عودة الروح إلى ولادة جيدة. هناك اعتقاد بأن الأرواح في العالم الآخر قد تؤثر في عالم الأحياء. يتم تكريم الأجداد والأرواح من خلال الاحتفالات والطقوس التقليدية. الديانات الهندية مثل الهندوسية والبوذية تقدم تفسيرات متنوعة لهذه المعتقدات. التفاصيل والأساطير تختلف بين الثقافات والقبائل المختلفة في الهند القديمة. فكرة التطهير الروحي مهمة لضمان انتقال الروح إلى مكان أفضل. الاحتفالات مثل الشاردة تعتبر جسراً بين العالمين. قصص الأساطير تمد الأفراد بفهم أخلاقي وحياة ذات معنى. التقاليد المتعلقة بالحياة بعد الموت تعلم الاحترام والتقدير للدورة الطبيعية للحياة. الحضارة الصينية تمتلك تاريخاً غنياً من الأساطير حول الآخرة. الآلهة الصينية كانت تلعب دوراً هاماً في هذه الأساطير. كان يعتقد أن هناك عالماً آخراً حيث تحكم الأرواح بعد الموت. العقوبات في الحياة الآخرة كانت تعكس أعمال الأفراد في حياتهم الدنيوية. الجزاءات قد تكون قاسية أو رحيمة بناء على حياة الشخص الأرضية. النظام القضائي في العالم الآخر كان دقيقاً ومعقداً. كل إله كان مسؤولاً عن جزء من هذه المحكمة الآخروية. كان لابد للأرواح من المرور بسلسلة اختبارات لتحديد مصيرها. العقوبات قد تشمل التعذيب أو المعاناة في العالم الآخر. الأرواح الجيدة كانت تكافأ بالسلام والسعادة الأبدية. كان هناك إله لكل نوع من الخطيئة أو الانحراف. العبور إلى العالم الآخر كان يعتبر تجربة روحانية وتحولاً. الأساطير تضمنت حكايات عن أبطال تجاوزوا هذه المحاكم بنجاح. في بعض القصص كانت الأرواح تستطيع العودة لطلب الصلاح. المعتقدات تغيرت مع مرور الزمن، لكن الأرواح بقيت محوراً مهماً. هذه الأساطير تعكس فهم ثقافي عميق للحياة والموت في الصين. تعنى الحضارة النوردية بفكرة الآخرة بشكل عميق. تتصور جنة فالهالا كمكان مجيد للمحاربين. يدخل فالهالا المحاربون الذين يموتون بشجاعة في المعارك. تعتبر فالهالا مكاناً للسعادة الأبدية. تقام هناك الولائم والأعياد تحت قيادة أودين. الحياة في فالهالا تعبر عن الفخر والشجاعة. إلى جانب فالهالا هناك عدة أماكن أخرى للروح في الآخرة مثل حقول فالأكير. تصور الأساطير المعركة النهائية راجناروك كصراع عظيم بين الآلهة والعمالقة. ينبه راجناروك إلى نهاية العالم والتي يعاد بعدها إحياء الكون. تبدأ راجناروك بعلامات تحذيرية، منها شتاء قاس يدوم ل3 سنوات متتابعة. في راجناروك يقتل العديد من الآلهة المحاربين بما في ذلك أودين وثور. تتسبب المعركة في تحطم الجسر بين العوالم ويختفي العالم في نار. بالرغم من الفناء في راجناروك تولد الأرض من جديد في عالم نقي وجديد. الأساطير تعكس التفاؤل والإيمان بأن الحياة تستمر في دورات لا متناهية. رغم الرعب يتشبث النورد بالآمال المتجددة والحياة بعد الفناء. أودين وثور ورؤى الشهامة تعكس التصورات الفلسفية للحياة والنضال. يركز الفايكنج على قيمة الشجاعة والبسالة ليس فقط في الحياة ولكن بعد الموت أيضاً. كانت الحضارة السومرية تصف الحياة بعد الموت كعالم غامض. اعتقد السومريون أن الموتى يتوجهون إلى العالم السفلي بعد وفاتهم. في العالم السفلي تعيش الأرواح في ظلام ولا تؤذيهم الأحياء. كانت الآشورية تؤمن بالحياة الأبدية والحكم على الأرواح بعد الموت. اعتقد الآشوريون بأن هناك قضاة يقررون مصير الأرواح في الآخرة. العقاب في الآخرة عند الآشوريين يعتمد على أفعال الفرد في الدنيا. كلا الحضارتين كانتا تؤمنان بالروح وأثرها بعد الموت. العالم الآخر لكل من الحضارتين كان يحمل طابعاً غامضاً ومثيراً للرعب. الشعائر الجنائزية كانت جزءاً مهماً لضمان الراحة للأرواح. دلوقتي هنتكلم عن الفروقات بين الأساطير دي، يعني إزاي كل حضارة كانت بتشوف الحياة بعد الموت بشكل مختلف عن التانية. هنعمل مقارنة بين تصورات الحضارات دي عن الآخرة والجزاء واللي كان بيميز كل حضارة في أفكارها. في مصر القديمة كان عندهم تصور مميز جداً عن الحياة بعد الموت.
كانوا شايفين إن الروح لازم تخوض رحلة معقدة بعد الموت علشان توصل للآخرة، وكانوا بيعتقدوا في محاكمة للروح قدام أوزوريس، وأهم شيء كان موازنة القلب مقابل الريشة لتحديد المصير. أما الإغريق فكان عندهم فكرة عن عالم آخر بيشبه الجحيم والنعيم، وكانوا شايفين إن الشخص بعد موته بيتنقل إلى هاديس أو الجنة الإغريقية، وبيكون في جزاء على كل عمل في الحياة. الهنود القدماء كان عندهم فكرة التناسخ، وكانوا بيعتقدوا إن الروح ممكن تعود في جسم جديد حسب الأعمال اللي عملها في حياتها السابقة. أما الفايكنج فكان عندهم تصورات مختلفة تماماً عن الحياة بعد الموت. كانوا شايفين إن الشجاعة في المعركة هي اللي بتحدد مصير الشخص بعد موته، سواء كان هيروح فالهالة في الجنة النوردية أو الجحيم. وبكده كل حضارة كان ليها فكرة مختلفة عن الآخرة والجزاء والحياة بعد الموت، وده بيفرق بين تصوراتهم ويعكس ثقافتهم وأفكارهم. كل حضارة كان عندها أسطورة مختلفة خلتها تشوف الحياة بعد الموت بشكل مميز، وفي النهاية بيطلع عندنا خليط من الأساطير اللي بتعكس أفكارهم عن الحياة والموت. والنهاردة هننهي حلقتنا بأسئلة غريبة ومحيرة، الألغاز اللي لسه ما تجاوبش عليها عن الأساطير دي. يعني في حاجات كتير لسه ما نعرفش عنها إجابات واضحة. هل التصورات دي عن الآخرة كانت مجرد خرافات ولا كانت مستوحاة من تجارب حقيقية؟ هل كانت الحضارات دي بتمثل حاجة حقيقية عن عالم ما بعد الموت، أو كانت مجرد أفكار تم خلقها علشان تفسر المجهول؟ فيه علماء بيعتقدوا إن بعض من الأساطير دي ممكن تكون مستوحاة من أحداث حقيقية أو تجارب دينية أو ثقافية مرت بيها الشعوب القديمة. يعني هل كانت رحلة الروح اللي اتكلموا عنها الفراعنة مستوحاة من تجارب حقيقية عن الموت والبعث؟ وهل كانت الأساطير عن الجحيم والنعيم عند الإغريق هي محاولة لشرح الظواهر الطبيعية أو حالات الموت الفجائي؟ في النهاية لسه في أسئلة كتير محيرة والمزيد من الألغاز اللي مفيش إجابات عنها لحد دلوقتي. ومع ذلك يمكن الأساطير دي لسه بتخلينا نتساءل عن العالم الآخر ونعيد التفكير في مصيرنا بعد الموت. وأخيراً، لو عجبتكم الحلقة وكنتم مستمتعين معانا في استكشاف هذه الأساطير الغريبة، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل الحلقات الجديدة من السلسلة الرمضانية. وإحنا متشوقين نسمع آرائكم. شاركونا في التعليقات بأفكاركم عن الأساطير الدينية دي، وهل في أي أساطير تانية حابين نناقشها في الحلقات الجاية؟ هل عندكم أي أسئلة أو تفاصيل غامضة حابين نكتشفها مع بعض؟ ما تنسوش كمان تشاركوا الفيديو مع أصحابكم علشان نكبر مع بعض وتزيد المتعة في اكتشاف الأسرار القديمة. في انتظار تعليقاتكم وأراكم في الحلقة الجاية.